كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن موقف إدارة القلعة الحمراء تجاه البيان الصادر من الجيش الملكي، والذي أعلن خلاله النادي المغربي تقدمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على خلفية الأحداث التي صاحبت مواجهة الفريقين في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف. وأوضح المصدر أن ما تردد بشأن احتمالية توقيع عقوبة بحرمان الأهلي من جماهيره في المباريات المقبلة غير صحيح، مؤكداً أنه لا يوجد في لائحة كاف ما ينص على عقوبة اللعب بدون جمهور في مثل هذه الحالات، لا سيما فيما يتعلق بإلقاء بعض زجاجات المياه خلال اللقاء. وأضاف أن العقوبة المتوقعة حال إقرارها من جانب الاتحاد الإفريقي ستكون مالية فقط، وتتراوح قيمتها ما بين 15 إلى 20 ألف دولار وفقاً للائحة المعمول بها في مثل هذه الوقائع، مشيراً إلى أن إدارة النادي تتابع الموقف بشكل قانوني كامل. وشدد المصدر على أن بعثة الجيش الملكي حظيت بمعاملة مميزة منذ لحظة وصولها إلى القاهرة، بداية من الاستقبال في المطار وحتى الإقامة والتنقلات، مؤكداً التزام الأهلي بكافة اللوائح المنظمة لاستضافة المباريات القارية. في المقابل، كان الجيش الملكي قد أصدر بياناً رسمياً أعرب فيه عن استيائه مما وصفه بقيام بعض جماهير الأهلي بإلقاء زجاجات مياه تجاه لاعبيه، معلناً تقدمه بشكوى رسمية إلى كاف للمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة.